إنا رادوه إليه، هذا واحد. اثنين، وجاعلوه من المرسلين. يجي السؤال، موسى ايش وقت جاعلوه من المرسلين؟ فرما كبر وتزوج بنت شعيب وراح المدين وبقى 10 سنين. صحيح انه هذا مش ورجع بزوجته بنت شعيب لمصر بالطريق شاف نار كلم رب العالمين قال له انتصر. صحيح ولا لا؟ يعني رب العالمين من قالها موسى راح يصير من الانبياء من المرسلين بعد 40 سنه، كان عنده علم بما سيكون باذن الله يوم ما كان عنده. كان عنده. فبعد انت ليش تحرم عليه؟ انت ليش تلزم لك ايه وتترك 10؟ هسه قدرت اوصل فكره يوم ما قدرت. اجيب لك مثال اخر، مصداق اخر حتى من خلاله ارجع النظام الواسطه المجعوله من قبل الله تعالى لعباده، مو المجعوله من قبل العباد انفسهم. لا، رب العالمين يذم اللي قالوا عن الاصنام تقربنا الى الله زلفى، الصنم خلوه واسطه. سؤال، جعل الصنم واسطه من قبل الله ومن قبل الناس. هاي يذمها القران، ان الذين يدعون من دونه قالوا اصنامنا هي تدبر شؤون الكون وتدير. عندهم كفر او شرك بالربوبيه، والا الخالقيه والالوهيه. لئن سالتهم من خلق ليقولن الله. القران كان يعبر بصريح العباره. مشكلتهم بالربوبيه والتدبير يطلبوها الاصنام، ولهذا يجوا يطلبون الاصنام. هذا من دون الله. اما احنا واسطتنا مو من دون الله، بامر الله باذن الله. اكو فرق. فانت تجيب ذيك الايات تخليها على ذولا، هذا تدليس يسموه. هذا يسموه تدليس، هذا يسموه ضحك على عقول الناس. صار يصير دقيق. اجيب مصداق ثاني حتى ارجع النظام الواسطه، بس اخذ من شبابنا اللي يقولوا وياي حتى فكره اوصلها بخدمتهم، حتى من يسمعون هاي الايات لا يخافون وكانه احنا مسويين شيء خطا. ابدا ما مسويين شيء خطا، ابدا ما مسويين شيء خطا. بالعكس، احنا استجبنا لامر الله تعالى كما سأبين خدمتكم ان شاء الله تعالى الان. تفتون الشفاعه شنو؟ عقيده الشفاعه. يجي يجيب لك آية من الآيات، الآية تقول يوم القيامة ماكو شفاعة، بل يوم القيامة بتنفع الشفاعة. أقول شهادة، أقول شهادة ماكو شفاعة، بتنفع الشفاعة. يجيب هاي الشفاعة ويطلع لك خطيب حسيني، ويطلع لك فاضل من فضلاء الشيعة، ويطلع لك كتاب من كتب الشيعة يقول احنا يوم القيامة الزهراء تشفع، أمير المؤمنين يشفع، أهل البيت يشفعون عليهم السلام في زيارة الجامعة الكبيرة. والشفاعة المقبولة، إمامنا الهادي يعبر عن شفاعة أهل البيت أنها الشفاعة شنو؟ المقبولة. يقول لك يلا هسه احنا نقبل القرآن لو نقبل هاي سوالفكم، إلا لا القرآن. يعني آيات الشفاعة من تجمعها كلها راح تلقى آيات تقول ماكو شفاعة بس للكافرين، ماكو شفاعة. لما ترجع الآيات تلقاها تحكي لليهود، ماكو شفاعة تلقاها تحكي عن المنافقين. أما من توصل اللي يستحقون الشفاعة تقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أكو شفاعة إذنية. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني أكو شفاعة تعبر عنها مرضية، وأكو شفاعة إذنية، وأكو يعني عناوين أخرى للشفاعة كثيرة في القرآن الكريم. فأنت ليش بس تبين ذيك الآيات وتترك هاي شنو؟ هاي الآيات. وهاي الآيات تقول رب العالمين يعطيهم إذن بالشفاعة راح يشفعون. فأنت ليش تركز لي بس على ذيك الآية اللي هي تمنع الشفاعة عن الكافر، تجي تطبقها على المسلم؟ ليش؟ اللي يريد الحقيقة يجمع آيات كل موضوع من المواضيع ويطرحها كلها ويطلع بنتيجة. أنا من أجمع آيات الشفاعة إيش راح يطلع الناتج عندي؟ أكو ناس يوم القيامة ما يستحقون شنو؟ ما حد يشفع لهم. وأكو ناس يوم القيامة يستحقون ماذا؟ فهناك من يشفع لهم.
اللي يريد الحقيقة هالشكل يكون يشتغل، بغض النظر عن معتقد خصمه اللي هو عنده شوية حساسية. شلنا فيه يعني احنا نلقى مصادر المسلمين يقول السنة هو التختم في اليمين، ولكن بما ان الرافضة اتخذت ذلك شعارا احنا نبدل شنو؟ هذا الحكي يصير؟ النبي ختم باليمين، بس بما انه الكذائية قام صار شعارهم يتختم باليمين، فاحنا بعد نبدل شنو؟ لليسار، يعني حتى لو خالف